حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح السرور، يا صباح الفرحه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو حلو قوي، هنعمل فيه حلويات، هنعمل فيه كنافه، وهنعمل فيه قطايف، هنعمل حاجات حلوه قوي. بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. كمان حابه ارحب بحبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر، بقول لكم منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. شايفين جمال القطايف؟ طبعا ولادي كانوا زعلانين مني جدا 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 فوق ما تتخيلوا، عشان من اول رمضان ما جه ما عملت لهمش ولا كنافه ولا قطايف. يعني النهارده 12 يوم في رمضان، تمام؟ يعني لحد دلوقتي ما عملتلهمش كنافه ولا قطايف، فقررت النهارده اللي انا اعمل لهم كنافه وقطايف واظبطهم وادلعهم، مش هخليهم محتاجين حاجه تاني خالص. كفايه بقى زعل، وكفايه هموم، وكفايه كل حاجه وحشه، كفايه كده علينا بجد. وبجد احنا جبنا اخرنا خالص انا وولادي، يعني مبقناش قادرين نستحمل اكتر من كده اي حاجه. فانا قررت هاجي على نفسي وهاجي على الميزانيه وابوظ الدنيا واعمل لهم كنافه وقطايف. طبعا الكنافه والقطايف السنه دي غاليين جدا يا جماعه، كل حاجه غاليه، والزيت غالي والسكر غالي والدنيا غليت كلها. فانا مش هزعلكم تاني يا حبايبي، كفايه رحت جبت لبس العيد لاحمد ورجعت مكسوره الخاطر. المهم اللي عايز يشوف الفيديو بتاع لبس العيد هيبقى الفيديو اللي قبل ده على طول، تمام؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا دلوقتي بقى انا بحشي القطايف. لو عايزين تعملوها ساده ممكن تقفلوا القطايف زي ما هي كده ساده. لو عايزين تحشوها مثلا زبيب وجوز الهند وفول، تعملوا خلطه كده على بعضها، او تحطوا تحشوها كنافه، او تحشوا. شايفين الكنافه دي حته كنافه صغيره اهي، هحط عليها شويه زبيب وشويه مكسرات يعني فول يعني وكده، واحشيها بيه. طيب لو ممكن تحشوها كمان جلاش، ممكن اي حشوه بتحبوها نفسكم فيها ممكن تحشوا القطايف. عجينة القطايف سهلة جدا يا جماعة، سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. بتتعجن بمية ومكعب خميرة وسنة ملح صغيرة ونص معلقة سكر، تمام؟ ما بينضافش عليها حاجة تاني، ولا تقولوا بقى زيت ولا نيشة ولا الكلام ده كله. شايفين لفة الجلاش اللي طلع عينيها دي؟ طبعا كنت بنقل زي ما انتوا عارفين، لان انا نقلت من بيتي وسبته وقعدت دلوقتي في شقة مفروشة. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، اي حد بيسمع الفيديو ده يدعي لي. طبعا لفه الجلاش دي اتبهدلت معايا والله العظيم، عامله زيي، اتبهدلت اخر بهدله، جابت اخرها من الاخر. فانا قررت ان انا اطلعها بقى بعد ما اتبهدلت معايا في الثلاجات وفي النقل وفي المروح والمجي. وعلى ما قعدنا نقلنا بقى في الثلاجه، كانت خدت وقت على ما شغلنا الثلاجه اللي انا بستعملها دي البايظه خالص دي، خدت وقت طويل على ما عرفنا نصلحها ونشغلها. كانت الحاجه اكتر حاجه باظت مني واترمت. الحمد لله لحقت لفة الجلاش دي. فقررت ان انا ادخلها جوه الحلويات، مرمهاش عشان خساره. شايفين قطايف صغننه عصافيري؟ حلوه قوي القطايف لما تبقى صغيره، عشان نص كيلو يعمل معاك كميه كبيره، متجيبهاش كبيره، تمام؟ شايفين جمالها؟ شكلها حلو قوي. هعمل ايه بلفه الجلاش؟ هقول لكم دلوقتي هعمل ايه بلفه الجلاش. همسكها، شايفين القطايف عامله ازاي؟ تحفه. بصوا بقى اقول لكم بس بعد المقطع ده، شايفين السمنه؟ طبعا ما كنتش راضيه اعمل لاولادي كنافه ولا قطايف ولا جلاش، عشان ما كانش عندنا سمنه بلدي، وانا عندي ولادي وانا كلنا كده في البيت ما بنعرفش ناكل حاجه حلويات، يعني بمعنى اصح، او ما بنعرفش ناكل حاجه بالسمنه اللي هي السمنه النباتي اللي هي بره دي، اللي هي الاصطناعي. ما بنعرفش، ما بنقدرش نبلعها، بنتعب منها بمعنى اصح. فاحنا يا بنعمل اكلنا بزيت، يا ابني استنى لما ربنا يفرجها بقى ونجيب سمنه بلدي. فطبعا الميزانيه النوبادي يعني بايظه خالص عشان ايجار وعشان مصاريف. فروحت السوق جبت نص كيلو زبده، اللي هي زبده فلاحي، الكيلو ب 140 جنيه، تمام؟ جبت نص كيلو ب 70 جنيه، تمام؟ دلوقتي بقى اهوت احطها على النار. حطيت حته كده على النار يعني تقريبا 3 معالق كبار. لو طبعا عندك السمنه كتير حط كوبايه سمنه على النص كيلو كنافه. طبعا انا مش راضيه احط كتير، نفسي احط والله اكتر من كده، بس عشان يعني نص كيلو ما يهدرش مني ويخلص بسرعه، لاني عايزه اعمل لهم حاجات كتير قوي كانوا محرومين منها الفتره اللي فاتت دي كلها، تمام؟ شايفين لفه الجلاش بقول لكم عليها اهوت. امسكها
هقصها، جبت مقص هقصها، طبعا نشفت وجمدت، بصوا حالتها حاله. مسكتها بالسكينه كده، خرطتها وخليتها زي ما انتم شايفين كده. هعمل بيها ايه لفه الجلاش دي؟ هقول لكم اللي انا هكمل بيها. هحشي بيها كنافه، يعني هتبقى كنافه، صينيه كنافه بالجلاش، زي كنافه بالبقلاوه، كنافه بالقشطه. بس انا فضلت ان انا ادخل الجلاش ده جوه الكنافه. وكمان حشيت بيه القطايف، خدت شويه من الجلاش ده حشيت بيه القطايف، طبعا بايد الفرن، واول مره استعمل الفرن ده. ادعوا لي يا جماعه اللي ما يفرقعش في وشي. بجد. طبعا بوتاجاز قديم جدا جدا جدا، والواحد خايف منه، يعني في حاجات كتير بايظه، ربنا يسترها عليا يا رب العالمين. طبعا هو ده، انا ده واخده الشقه بالفرش بتاعها بالبوتاجاز بحاجتها كده زي ما هي. تمام. فالحمد لله اشتغل وهي ماشيه، يعني الحمد لله، عشان اعمل لهم صينيه الكنافه. ربنا يسترها عليا لحد ما اخلص صينيه الكنافه دي، وانا واقفه اساسا في المطبخ متر بمتر، مش عارفه الف حوالين نفسي. المهم، شايفين خليت الجلاش اهوت بالمكسرات والكنافه الناحيه التانيه اهوت. هعمل لكم احلى صينيه كنافه، جربوها يا جماعه تعجبكم جدا جدا، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله الواحد لو ايده طايله اكتر من كده لا اعمل لكم حاجات هخليكم، يعني اعمل لكم ابداعات بمعنى اصح، ابداعات كده. بس الواحد يعني ايده مش طايله اللي هو يبدع بقى ويفنن والحاجات دي كلها. تمام. سمنه البلد ساحت اهيت وريحتها جامده جدا، مش سيحتها بس، انا خليتها كمان عملت مرطه، ريحتها حلوه قوي. وجبت بقى ازاز زيت، شايفين ازازه الزيت؟ طبعا مش هيكفيني الزيت اخر الشهر اساسا على اللي انا بعمله ده. خدت تقريبا نص ساعه عشان احمر بقى القطايب بتاعتي. حتى جبت حله ضيقه، لو خدتوا بالكم حله صغيره، كانت اصغر حله عندي، صغيره جدا، عشان ما اعملش في حاجه كبيره، اناء كبير او حله كبيره فتاخد مني زيت كتير. جبت حاجه صغيره، يعني لو طايله احط في طبق. لو طايله اجيب طبق المونيا اقلي فيه القطايف، او حاجه صغيره كده اكتر هجيب. بس يلا الحمد لله حلو قوي رضا. طبعا كبيت السمنه البلدي كلها فوق الكنافه، وابتدي ابس الكنافه بالسمنه البلدي. حلو قوي لما تبس الكنافه بالسمنه البلدي تطلع حاجه تحفه. والله العظيم احمد ابني بيقول لي يا ماما انت تستاهلي 10 بوسات على الريحه الحلوه اللي انت عاملاها لنا والطعم الحلو ده. طبعا كنت بعملها دلوقتي، يعني كنا صايمين، كان لسه بالنهار وكده، يقول لي كل شويه يروح يجي يقول لي تستاهل 10 بوسات، تستاهل 10 بوسات. لان روائح السمنه البلدي طبعا بتختلف جدا عن اي سمنه، وانا بقول لكم اهو الطعم بيفرق والريحه، كل حاجه بتفرق جدا جدا. هاخد الكنافه كده افلفلها وابتدي افردها في الصينيه، طبعا هي فيها سمنتها وفيها حاجتها. هبتدي افرد نص الكنافه واسويها، وبعدين هاخد الجلاش كله ابتدي افرشه كده، او افرده، بلاش افرشه دي عشان هتبوظ مني. افرده على صينيه الكنافه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وبعدين هاخد باقي الكنافه احطها كده. انتوا فكرتوني يا جماعه، انا افتكرت حاجه اقسم بالله وانا صغيره. كنت مره وانا صغيره بكلم المس بتاعتي، كنت في ابتدائي، طبعا احنا جنبنا فلاحين وطول النهار بقى رطش وسباخ والكلام ده كله. بس صينيه الكنافه بسويها بمعنى اصح. تمام. ندخل بقى في المس، فبقول لها يا مس انا شفتك عند المصوراتي وانت فرشه الفستان. فراحت ماسكاني من ودني كده واخداني من التخته مقوماني، قالت لي تعالي ايه فرشه دي؟ وانا كنت بفرش رطش، ده انا فرده اسمها فرده الفستان، فرداه. فمن ساعتها بقى كل ما افتكر كلمه فرداه دي افتكر المس دي، كانت مس بتاع رسم. وانا بقول لها فرشه الفستان. طبعا قعدت تعرفني بقى وتنصحني، اكنها اختي الكبيره بصراحه، حبيبه قلبي ما تحرمش منك لو هي بتسمعني. طبعا حلو قوي لما تكون المس بتصاحب الطلبه اللي عندها بيبقوا حلوين، او تنصحهم او بتعرفهم نصيحه، تبقى حاجه حلوه قوي. شايفين بقى جمال القطايف وروعه القطايف، حاجه يعني فوق الخيال. اقسم بالله انا صايمه دلوقتي والريحه جامده جدا. بصوا مكسره الدنيا، يعني جايبه الشارع كده من اخره. احط بقى العسل بتاعي، حلاوه الكنافه احط لها العسل وهي طالعه سخنه من الفرن عشان تطرى، مش تطرى تعجن، لا تاخد الطراوه كده وتبقى نفس الوقت مقرمشه. شفت العيش الملدي لما تحط عليه الشوربه بيطرى ومن غير ما يعجن وبيبقى حلو قوي زي اللي بتشتريها بره بالظبط. شايفين جمالها؟ شايفين لونها؟ تفتح النفس. والله العظيم ده انا جوزي مبسوط بيا خالص، يا رب يبسطوا كمان وكمان ويفرحوا بيا كمان وكمان.
ويخليه لاولادي ويفرحكم كلكم يا حبايب قلبي. يلا حطوا لايكات كتير.